يلا بينا نكمل التريكس بتاعة الديزاين. عندنا مثلا الصورة دي عملناها باك جراوند، من اديت هنا عايزين ناخد مثلا الطبق ده بنفس الطريقة بتاعة المقطع اللي فات، مثلا ماجيك جراب، عشان عايزين نعمل فيه اديت جديد ان احنا نغير لونه. فكده بقى عندنا الطبق ده نقدر ان احنا نتحكم فيه لوحده، انفصل خلاص عن الباك جراوند. فممكن من edit هنا نختار اوبشن تاني اللي هو الماجيك edit، نكليك عليه كده. فهنا ممكن نضغط على كليك عشان نختار يعني الجزء اللي انت محتاج تغيره. بس احنا في الصورة دي احنا اوريدي فصلنا خلاص البرودكت هنا، فعلمناه بالشكل ده. الجميل بقى في الماجيك اديت ان احنا نقدر نقول له يعمل لنا ايه بالاي اي او بالذكاء الاصطناعي. والاجمل في كانفا ان احنا مش محتاجين نرجع للشات جي بي تي عشان يجهز لنا برومبت او حاجه، انت ممكن تكلمه اصلا بالعربي وبالعاميه كمان. بس هنلاقي ادالنا 4 اوبشنز نقدر ان احنا نختار منهم الافضل. فنشوف ده مثلا، وده برضه كويس، ماشي ممكن ناخد ده تفاصيله ايه واضحة اكتر. وطبعا الطريقة دي ممكن نغير بيها اللون او نغير بيها اي تفاصيل احنا عاوزينها. احنا بنكتب الاديت اللي احنا عاوزينه وبيتعمل بالاي اي. نفترض بقى ان احنا عندنا ديزاين مثلا زي ده، وعندنا فيه تكست احنا عاوزين نشيله. ففي عندنا اوبشن اسمه الجراب تكست، ده بقى بيتحكم في التكست اللي في الصورة. فالاوبشنز اللي عندنا الكليك، لو دوسنا على الحاجة اللي فيها تكست او دوست اول تكست هيجيب لك كل التكست اللي يقدر ان هو يحركه من الصورة. وكده احنا بنفصل التكست عن الصورة عشان نقدر نتحكم فيه. فهنلاقيه فصلها، وكمان جاب لنا اسم الفونت اللي معمول بيه التكست ده. فنقدر كده خلاص نتحكم فيه ونعدل كمان بنفس الفونت هو من غير اي تغيير، او نعمل فيه اللي احنا عاوزينه.